عشرات سوريات تجاوزن الطلاق وأكملن مسيرتهن العائلية والفنية بنجاح كبير. يعد الانفصال من التجارب القاسية التي تمر بها المرأة، والذي أحيانا لا تضعه كخيار محتمل عندما تنتقي الرجل المناسب ليكون زوجها. إلى أن هناك الكثير من الظروف التي تتدخل ما بين المرأة وزوجها فتفسد ذلك الزواج، وتواجه النساء خاصة القاطنات في مجتمعات شرقية الكثير من العقبات بعد الطلاق، ومنهن من تتجاوز تلك العقبات وأخريات تستسلم لها. بعض الفنانات السوريات اللواتي تغلبن على تجربة الانفصال وحققن نجاح ملحوظ في الفن وفي تربية الأولاد. جيني فنانة وعارضة أزياء سورية مشهورة من أصول أوكرانية، بدأت مشوارها الفني تقريبا في عام 2003. ويشار إلى أن الفنانة جيني قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وتزوجت إصبر من المنتج عماد ضحية في عام 2008، ورزقت ببنت واسمها ساندي، وذلك في عام 2013. لكن زواج الممثلة جيني إصبر لم يدم طويلا، حيث تطلقت من ضحية في عام 2015، لكنها لم تسمح للطلاق بأن يؤثر عليها بشكل سلبي، حيث استمرت جيني بتقديم أعمالها الدرامية والأخرى الفنية، حتى أنها تعرضت للنقد مؤخرا لكثرة ظهورها الفني. ويشار إلى أن ساندي في حضانة والدتها جيني، التي هي الآن المسؤولة الوحيدة عنها في جميع النواحي المتعلقة بها. كانت الفنانة السورية القديرة أمل عرفة مرتبطة بالفنان عبد المنعم عمايري، وأنجبت خلال زواجها بنتان سلمى ومريم. لكن عرفة انفصلت فيما بعد عن عمايري لأسباب لم يتم كشفها للجمهور، ومع ذلك ما تزال أمل تحترم طليقها وهي يقابلها بالمثل. وتابعت أمل بظهورها في المسلسلات السورية مجسدة أهم الشخصيات وأنجحها في عالم الدراما. ويذكر أن سلمى ومريم برفقة والدتهن التي تهتم بتعليمهن والاعتناء بهن، وسبق ونشرت عرفة صور لها وهي تدرس بناتها. تعرفت نزلي على الفنان جلال شموط عندما كان يدرسها في المعهد العالي للفنون المسرحية، فنشأت علاقة حب بينهما. وتطورت الأمور بين الرواس وشموط إلى الزواج، وولدت ابنتين تيا وليا، فيما بعد تطلقا، والآن الرواس مفرغة حياتها لبناتها وفنها. يشار إلى أن الفنانة السورية سلاف معمار هي واحدة من النجمات السوريات التي تصنف في الصف الأول لما قدمته من أدوار مميزة. وكانت معمار متزوجة من الفنان السوري سيف الدين سباعي منذ عام 2002، لكنها انفصلت عنه في عام 2013. ومعمار وسباعي رزقا خلال الزواج ببنت واسمها دهب، ورثت الجمال والجاذبية عن أمها، وظلت معها بعد طلاق والديها. واستمرت سلاف بتقديم عطائها الدرامي متجاهلة الأحاديث والشائعات عن سبب طلاقها، لتحافظ على لقبها النجمة الذهبية.
تزوجت رواد علي المشهورة بشخصية عفوفة في ضيعة ضايعة من رجل خارج الوسط الفني، وكانا على علاقة جيدة. فولدت علي ابنتها نور في عام 2013، ثم أنجبت ابنتها الأخرى في عام 2015، لكنها بعد شهور قليلة من الولادة تطلقت. وأدخل الطلاق الفنانة رواد في حالة نفسية صعبة، فيما بعد تجاوزتها وعادت للفن، كما أنها تهتم ببناتها الاثنتين حاليا. انفصلت الفنانة السورية الشهيرة كاريس بشار عن زوجها شادي جواد، وهو رجل أعمال ويمتلك سلسلة مطاعم في سوريا. وخلال زواج كاريس أنجبت ولدا وحيدا واسمه مجد، وهو الآن مع والدته وأصبح شابا تقريبا. استمرت بشار بعملها في مجال الفن، محققة نجاحا بارز في الشخصيات الدرامية التي قدمتها في مسلسلاتها. تزوجت الممثلة الأردنية صفاء سلطان مرتين، الأولى في أمريكا ورزقت ببنت واسمها أملي، ثم انفصلت عنه. ثم تزوجت سلطان للمرة الثانية بعد قصة حب حسب ما نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق وقالت صفاء سلطان أن الرجال الذين ارتبطت بهم في مرحلة من المراحل كانوا ذكورا وليس رجالا. والآن تعيش صفاء سلطان حياتها برفقة ابنتها الوحيدة التي أصبحت شابة جميلة كأمها، وتسعى سلطان لدعم ابنتها واحترام رغباتها وقراراتها. كما أن الممثلة صفاء مستمرة بالظهور في الأعمال الدرامية، وروحها مرحة وتمتاز بعفويتها وخفة دمها.